تتحدى أي مستحيل. يا بلدي فاكر مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك ايه، تستاهلي ياللي وقفت جنبي كل خير. عشانك انت اتحدى اي مستحيل. يا بلدي فاكر مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك ايه، تستاهلي ياللي وقفت جنبي كل خير. من قلبنا بنحبها، نتعب عشان نعلي دايما اسمها، قبل ما تحتاجنا تلاقينا جنبها. ولادها قد المسؤولية ومخلصين، واجب علينا كل واحد مننا يخاف عليها وبما يرضي ربنا، نخلص لها هيعود علينا كل ده. هي الأمانة لأرضها مطمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ماهر الشناوي، مراجع مالي وإداري بمستشفى أبو غالي. طبعا أنا كلام بنسمعه كتير عن المستشفى والإهمال والكلام ده كله. لازم الناس تفهم وضع المستشفى إيه. المستشفى تحول من إيه لإيه. المستشفى كانت الأول مستشفى قروي، وكانت بتخدم المنطقة كلها اللي حوالينا لما كان فيها عمليات وكده. وللأسف الشديد كان في عز شغل المستشفى كان بيروح في المستشفى شكاوي كتير جدا عشان تيجي في المستشفى. أصبحنا دلوقتي المستشفى اتعمل المكتب الكويتي عمل لنا مستشفى طبعا على أحدث طراز، ولكن للأسف الشديد بقرار خاطئ من وزير الصحة، أو قرار صح في وضع خاطئ اللي هو حاتم الجبلي، إنه أصدر قرار بتحويل كتير من المستشفيات اللي بالشكل ده إلى مراكز طب أسرة، وكذلك منع عمل عمليات جراحية في مستشفيات ما فيهاش بنوك دم. فطبعا أدى إلى تعطيل كم هائل من المستشفيات زي أبو غالب، زي وردان، زي المنصورية، زي نكلة، زي مبارك. المستشفيات كلها متجهزة تجهيز عالي جدا، ولكن القرار لما اتخذ من وزير الصحة ما كانش فيه اللي هو حاتم الجبلي، ما كانش فيه مش عايز اقول مهنية او مش عايز اقول دراية. يعني المفروض كان يتعمل اولى بانه يعمل قرار زي كده، ان هو كان يبص يعمل مركز او بنك دم في مكان يعني يستقر عليه الايه، او يكون بين المستشفيات دي كلها، او يغذي المستشفيات دي كلها، او يعني وسيلة، او يعمل وسيلة يعني توازي بنوك الدم او حاجة زي كده. ولكن طبعا اتعطلت كل الحاجات ديت. بالنسبة لنا احنا خلينا في موضوعنا احنا، بالنسبة للمستشفى احنا مركز طب أسرة طبعا. للأسف الشديد برضو عندنا غرفة عمليات مجهزة تجهيز عالي جدا. عندنا 2 معمل، عندنا عيادة أسنان، عندنا كل الإمكانيات موجودة. ولكن للأسف الشديد فين الناس اللي تسأل؟ ياما جانا ناس قبل كده مسؤولين في البلد، كتير من الناس جونا في البلد، المجلس الشعب المحلي مش عارف ناس عايزين نشغل المستشفى، يلا نشغل المستشفى. للأسف الشديد الناس بتتكلم وخلاص، كل اللي بيجي بيتكلم وخلاص، مفيش حد. دكتور قطب مشكورا راجل جه بص وجاب دكاترة وعمل مجهود جبار. لما جاب قرار من كان قرار استثناء من كل وزارة، شغل المستشفى عمليات في يوم واحد. جانا
160 مريض لعمليات، يعني 160 حالة عمليات في يوم. للأسف الشديد فوجئنا والعمليات شغالة إن جانا فاكس أو جانا تليفون إن وقفوا العمليات بالمستشفى بناء على مكاتبة من وزير الصحة. ده للأسف الشديد طبعا ناس اتصلت وناس عملت تلغرافات المستشفى شغالة. ده كان ما تعرفش كان الهدف منه ايه، كان هذا أهداف شخصية، ناس عندها أحقاد ما تعرفش، ناس عايزة تعطل المصلحة ما تعرفش. المهم كان في نفس اليوم يعني ال 160 حالة اتعمل منهم عمليتين 2. وطبعا في الوقت ده ما حدش سأل. طبعا العملية كانت صدمة بالنسبة لنا، كانت فرحة بالنسبة لنا في الأول. المستشفى هتشتغل، احنا كأفراد أو كموظفين في المستشفى طبعا بنتمنى ان المستشفى تكون يعني زي الأول، زي ما كانت مستشفى قروي. دخولنا بتزيد زيادة غير عادية. يعني أنا ساعات يعني في 93 و 95 من 93 ل 95 كان مرتباتنا ايه؟ مرتبنا كان 180 جنيه. كان الاقتصاد اللي بيطلع لنا من شغل المستشفى بس كان 150 جنيه، بيوازي المرتب بتاعه. فانت عندك دلوقتي مستشفى عبارة عن تطعيمات ودكتور عيادة وأسنان معمل استقبال فقط لا غير. هتعمل ايه؟ فين امكانياتك؟ فين الناس اللي تشتغل؟ فين الناس اللي في البلد؟ فين المسؤولين اللي بيتكلموا المستشفى؟ كل واحد يروح يمضي ورقة ما يلاقيش الدكتور موجود او ما يلاقيش الختم موجود يعمل لك غابة. طب انت فين من المستشفى؟ انت فين من خدمة البلد؟ انت جاي بس تسأل على مصلحتك، واللي يجي مثلا في زيارة يعمل ديكور ويعمل مش عارف ايه وانا وفي الاخر ما تلاقيش حد، ولا حد بيسأل، ولا لاقيين حد حتى يجي مثلا يناقش ايه مشكلة المستشفى، ايه اللي انتم محتاجين، ايه اللي انا ممكن اسعى له. عندنا ناس ممكن تقابل اي وزير. في شخصيات في البلد للأسف الشديد، شخصيات كتير جدا في البلد مرموقة تقدر تعمل أعتى مصلحة في أبو غالب، تقدر تخلي أبو غالب دي مدينة الصلح. ولكن للأسف النظرة القصيرة عند الناس إن مين اللي عمل ومين اللي سوى ومين. لا، أنا مش عايز مين، أنا عايز واحد جه بيعمل شيء كلنا نتكاتف حواليه طالما شيء بيهم مصلحة البلد. مشكلة مين الشخص، مشكلة ايه اللي بيتعمل في البلد، ايه اللي اتعمل للبلد. للأسف الشديد ما فيش حد يجي يناقشنا مرة انتوا ناقصكوا ايه. والله اقسم بالله بقسم بيني وبين ربنا احنا في حاجات يعني المستشفى في حاجات بنعملوها على حسابنا فيه. يعني في حاجات بسيطة كده وكل شهر وكل يوم، يعني سور زي بتاع المستشفى ده الوحدة المحلية فضلنا أكتر من 3-4 أشهر عشان الوحدة المحلية تسأل فينا تبني لنا السور. كان زبالة بتتحط في المستشفى. للأسف الشديد بنينا السور على حسابنا على نفقتنا الخاصة. حاجات كتير احنا يعني واقفين بروحنا في المكان ده عشان نحافظوا عليه. للأسف الشديد الناس حطت كل الفساد اللي في أبو غالب في المستشفى والحمد لله رب العالمين. ويعني مش هتكلم عن نفسي، من أنظف الناس ومن أنظف الموظفين في أبو غالب موظف المستشفى. لا في واحد بيمد ايده على حاجة ولا ممرضة ولا عام من أصغر عام. طبعا بقيادة الأستاذ صلاح عبد الحكيم من راجل محترم وكله يعني يعرف مين صلاح عبد الحكيم. وما فيش واحد في المستشفى من أول العامل لغاية أعلى واحد في المستشفى الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ناس محمودة السيرة والسلوك والأدب. وده طبعا مش كلام. كل اللي راحوا أو كل واحد راح المستشفى شاف كده بالفعل. لا في واحد خد جنيه، لا في واحد دفع جنيه ما خدش لا تذكرة ولا وصف. مفيش واحد دخل كشف وده دكتور جنيه في ايده. وده طبعا يعني احنا منتبهين للحاجات دي كلها. اي مشكلة بتواجهنا في المستشفى الحمد لله رب العالمين بنقدر نحلوها مع الناس مع المواطنين.
احنا مسخرين نفسنا ان احنا ربنا سبحانه وتعالى جعلنا في المكان ده لخدمة الناس. احنا بناخد مرتباتنا عشان خدمة الناس. لو كل واحد في البلد او كل واحد حس ان هو موظف عشان خدمة الناس بس، بلدنا دي هتبقى احسن بلد. مش بلد مصر كلها هتبقى، يعني كل موظف كده يتقي الله في عمله، يعرف ان هو بياخد مرتبه ده عشان خدمة الناس. انا باخد مرتبي عشان اخدم، يعني ربنا جعلني في المكان ده اخدم الناس. في منا كتير بيقوم بعمل غير عمل تطوعا. يعني انا واحد من الناس الاستاذ صلاح بيصطاد اي مشكله نتدخلوا فيها في الاستقبال، في العياده، في التطعيمات، كل حاجه الحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى بنقدر نسيطر عليها ونمشوها. ده كله عشان ان دي بلدنا، اهلنا اللي بيجوا يتعالجوا في المستشفى، اللي مش اخويا، نسيبي، قريبي، جاري، صديقي، كل ده بيقع في نطاق البلد. كل الناس محتاجة الخدمة، وحاطين في نفسنا ان اللي بيروح المستشفى ده اللي ما معاش غير الجنيه بس، ده اللي احنا مقدرينه للناس. يعني والله العظيم في ناس فعلا بتروح المستشفى ما معاش غير الجنيه، ده صعبان علينا. ازاي تبص تلاقي واحد يروح يعمل لابنه عملية مثلا في اي حتة، لو العملية هتتكلف هنا مثلا في المستشفى 200 جنيه 300 جنيه، ممكن يروح يدفع 2000 و3000 جنيه. لا ليه ما توفرش الخدمة دي؟ ليه كل المسؤولين في ابو غالب ما تسعاش لتطوير مكان زي ده؟ على الرغم ان احنا عندنا مسؤولين يقدروا يعني يعملوا المستحيل. للاسف الشديد كله باص المستشفى مش شغال، المستشفى مش شغال، مفيش، الموظفين قاعدين، الممرضات قاعدين. طب ما انا قاعد ليه؟ ايه اللي انا هعمله؟ انا مش مسؤول عشان اطلع اجيب دكاتره، انا مش مسؤول عشان اروح اجيب موجة وزير، انا مش مسؤول عشان، كلها مشاكل بنعاني منها، ولكن للاسف ما حدش بيساعدنا بشهاده كل الناس. احنا عرضنا نفسنا لمخاطر جم، يعني عرضنا نفسنا لمخاطر ان المستشفى في يوم من او في فتره من الفترات جه وكيل الوزاره عشان ياخد المعدات اللي في المستشفى، غرفه العمليات اللي في المستشفى. احنا وقفنا، واقسم بالله وهذا الكلام كان قدام بعض الناس من مجلس الشعب المحلي، قلنا لهم على جثتنا. تخيل انت بتكلم وكيل وزاره وانت موظف بالنسبه له، يعني ما انتش حاجه، ولكن قلنا لهم اي حاجه هتطلع احنا مش هنسيبوا حد، مفيش ابره هتطلع من المستشفى. وفعلا كانوا جايين وجايبين العربيات ومجهزين نفسهم انهم هياخدوا الحد. للاسف الشديد اتصلنا بناس كتير، يا اخواننا الحقونا في الاجهزه هتتاخد، والله ولا حد سأل. اتصلنا بمسؤولين واتصلنا باعضاء مجلس الشعب المحلي قليل، يعني يمكن ما يتعدوش على اصابع اليد الواحد اللي جم، والباقي اللي قال لك انا في مصر، واللي قال لك انا مش عارف ايه، واللي قال لك براح، واللي قال لك بردون. الحمد لله رب العالمين قدرنا نحافظ على المكان اللي احنا فيه، محافظين على المكان اللي احنا فيه. أستاذ ماهر، أنا ليا سؤال لحضرتك. اتفضل. إيه استعدادات مستشفى أبو غالب، وخصوصا بعد تداول أخبار بظهور وباء إنفلونزا الخنازير في وردان وفي بورتوس، يعني في خطر داهم ممكن يحصل في البلد، إنفلونزا الخنازير، وهل يتوفر عقار التامي فلو في المستشفى؟ تمام. طب استعدادات ولا المستشفى لا يا سيدات المستشفى، انت مركز طب، الخنازير. انت مركز طب اسره، انت بتعمل مثلا تكشف وتحلل وتبعت على طول. يعني انت ما عندكش اماكن حجز ولا اماكن، ما عندكش الحاجات دي. انت يعني مركز طب بس اسره. ممكن تعرف الحاله وتبعتها اي مكان، او الاماكن اللي هي مخصصه للحاجات دي، حميات، معهد صدر كده. ايه المشكلة اللي تعتبر بتواجهكم كل يوم في المستشفى وملهاش حل لحد الآن؟ يا الحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين، اي مشاكل احنا بنقدر يعني نحلوها، يعني بهدوء جدا، عشان نمشي مكان العمل اللي احنا فيه. احنا حاطين نفسنا ان احنا دي مش مكان عملنا، ده بيتنا لازم يعني. ولكن المستشفى ناقصها حاجات كتير، مش مشاكل بقى. تقدر تقول المستشفى ناقصها ايه؟ يعني اقل ما فيها ان يتعمل عيادات تخصصيه،
ناس في البلد، مسؤولين في البلد بيجروا ويسعوا ان انت تعمل عيادات تخصصيه، تعمل عياده عظام، تعمل عياده رمد، تعمل عياده جلديه. نحاولوا حتى على الاقل تعمل عيادات التخصصيه دي. انا بدل ما بروح اكشف ب 50 جنيه و60 جنيه بره وعند دكتور رمد ولا عند دكتور عظام ولا اروح اجبس، لا انت ليه ما تعملش تنشئش العيادات دي هنا، ما توجدها هي. نفسر بايه ان المستشفى ايام ما كانت بتشتغل في مبنى قايل للسقوط كانت نشيطه، وكان فيها انا عن نفسي كنت بروح اسنان، رمد، تحاليل، عظام، جلديه. ودلوقتي المستشفى بعد ما اتعملت بمبنى مطور وفخم ما فيهاش الخدمات دي نهائيا. بص يا استاذ رمضان، انا الحمد لله رب العالمين ما بجاملش حد ولا نافقش حد ولا عمري هنافق حد، وما حدش ليه عندي حاجه بالمره. الحمد لله رب العالمين انا بتعامل مع الناس بمرضي الله. كان في قلب من حديد شغال في مستشفى ابو غالب، او سند مستشفى ابو غالب بمعنى صح، واقسم بالله الكلمه دي اتقالت من 2 اطباء يعني بيتكلموا مع بعض. واحد بيقول لواحد العمليات والمبنى، قال له انت بتشتغل تحت قياده دكتور جود فازور، ده قلبي من حديد، ما تخافش اشتغل وانت قلبك حديد. طبعا ده كان قياده يسند اي حاجه، يعني الراجل ده كان بيجيب اساتذه جراحه يعملوا عمليات حصوه ومش عارف ايه، في ظل ان كان المكان نفسه كان بسيط جدا، امكانياته كانت بسيطه جدا. فهو الراجل كان ساند المكان، كان بيقدر يعني كان بيجيب مثلا ينتدب دكاتره اخصائيين ويطلع لهم من الاداره مكافآت. هل متوفر لديكم في المستشفى مصل تعبان عقرب الاكل موجود في المستشفى بفضل الله؟ الحاجات دي موجوده الحمد لله. يعني المصلات ديت المصل ده الامسنتج موجود. ايه هو المطلوب لتطوير المستشفى؟ ايه المعوقات بقى اللي مش مخليها المستشفى تتبوأ الدور اللي المفروض تمارسه بلد عدد سكانها يعني هيوازي 40,000 نسمة؟ احنا بفضل الله المكان على ما هو عليه او بالامكانيات المتاحه بفضل الله شغال 10/10. المكان مطلوب ايه بقى؟ زي ما انا قلت لكم، مطلوب عيادة تخصصيه، مطلوب تشتغل اوضه العمليات اللي هي المعطله ديت، واخد بالك ازاي؟ ده بقى يعني ايه، عايز الناس المسؤولين الكبار اللي في البلد، الناس اللي تقدر تخلص الحاجات دي من وزير من الوزاره، تبدا تسعى لكده، تغير القرار مثلا مركز طب اسره، تعمل التماسات كده. ده اعتقد يعني بحكم خبرتك في وزاره الصحه، اعتقد ان قرار وزير الصحه ما هوش قران، ما هوش دستور. صح. فليه احنا الاهم مصلحه الناس، وخصوصا انك بتتعامل مع صحه مواطنين معرضين لامراض ومعرضين لاوبئه، والمفروض المستشفى دي تكون وناس فقراء كلهم، المفروض المستشفى دي تكون الملاذ الاول لهم في الناحيه الصحيه. دي ده يمكن اهم مكان خدمي، ده لو عشان الناس تعرف بس، ده اهم مكان خدمي في البلد. ما تقوليش في مكان خدمي بعد كده، يمكن المستشفى اهم من الوحده المحليه، مش عايز اقول لك اهم من حاجات كتير مش عايز اذكر اي حاجه عشان الواحد ما ده اهم مكان. طب هل يعني تخيل احنا بيجينا ناس كتير جدا فعلا الناس مطحونه. طب سؤال يعني الناس بفضل الله بنحاولوا قدر امكاننا ان احنا يعني نسعى ان احنا نوفروا الخدمه المتاحه لينا او المتاحه للناس، نحاول نوفرها بشتى الطرق. طب هل بتقترح دور لشباب البلد، لمثقفين البلد في مساعدتكم في النواحي دي؟ اكيد دور الشباب يعني حاجه مهمه جدا، وحاجه تسري المكان ده. لو تفاعل الشباب مع الناس المسؤولين الكبار اللي في البلد، القيادات اللي في البلد اللي انا شايف اساتذه الجامعه ومستشارين ودكاتره وحاجات كتير عندنا، حاجات كبيره جوه عندنا. بس للاسف يعني ما حدش يزعل مني، للاسف انا حاسس ان ابو غالب ما فيهاش واحد متعلم. انا يعني خلينا صراحه، ليه؟ بلد من غير خدمات، بلد الفساد ضارب فيها في كل حته في كل مكان.
كل مكان في ابو غالب فيه فساد. مع احترامي لكل الناس، انا ما بتهمش حد. كل مكان اللي ما فيه، يعني كل مكان فيه اهمال. فين الناس المسؤوله في البلد؟ نفسي واحد كده يكون عمل طفل، يكون عمل حاجه كده، يعني مستشفى زي دي عايزه تقام كويس، مدارس زي دي عايزه وحده محليه عايزه عمليه ميه، مكتبه، اماكن. عندنا امكانيات رهيبه، عندنا امكانيات يعني. اما عزبه اسمها العزبه الجديده في الحاجر، 2 أو 3 بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمهم، مخلينها يعني حاجه مش مخلينها ناقصه حاجه. القطه بلد مع احترامي لهم برضه بلد ما تجيش نص ابو غالب، فيها ناس سعت، لانها للاسف الشديد احنا في اماكن عندنا تبقى شغاله بنحاول نهدموها. يعني انت الناس بتتكلم عن المستشفى، الناس بتصور المستشفى على انه بؤره فساد وبؤره اهمال، لكن واحد يجي يقول لي انت ناقصك ايه؟ واحد يجي يقول لي حصل له مشكله مره في المستشفى، يجي يناقش معايا المشكله. يعني احد الناس شخص محترم جدا، جه لقى حاجه معينه مش موجوده في الاسبوع، مش متوفره، الراجل بعد جاب كميه وراح حاططها خدمه للناس. ده راجل يعني، وللاسف الشديد راجل مش متعلم. يا بلدي فاكر مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك ايه، تستاهلي ياللي وقفت جنبي كل خير، عشانك انت اتحدى اي مستحيل. يا بلدي فاكر مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك ايه، تستاهلي ياللي وقفت جنبي كل خير. من قلبنا بنحبها، نتعب عشان نعلي دايما اسمها، قبل ما تحتاجنا تلاقينا جنبها، ولادها قد المسؤولية ومخلصين، واجب علينا كل واحد مننا يخاف عليها وبما يرضي ربنا، نخلص لها هيعود علينا كل. تستاهلي ياللي وقفت جنبي كل خير، من قلبنا بنحبها، نتعب عشان نعلي دايما اسمها، قبل ما تحتاجنا تلاقينا جنبها، ولادها قد المسؤولية ومخلصين.